بعد الاقبال الرهيب على الفيديو اللي فات، اقبال غير طبيعي يعني، قررت اني اعمل جزء تاني. وشخصيه النهارده هي جوجو ساتورو. ما اظنش ان محتاجه اي تعريف، ده هو اللي يجي يقدم في القناه ويعرفني بيكم. جوجو ساتورو يعني الاحمر والازرق بيساوي بنفسجي. جوجو ساتورو يعني اسر قلوب العاشقات والفحوله تسري في دم. جوجو ساتورو يعني الشعر والكلمات البليغه. انا لحد النهارده ما فهمتش ايه اللي اتقال في الحته دي، بس ده مش موضوع. خلينا نفتح كتاب الوصفات السريه واقول لك طريقه عمل جوجو ساتورو بمكونات بسيطه موجوده في كل بيت. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا اول حاجه هتعملها انك تنزل تكسر الازرار كلها اللي تحت، ولو لقيت واحد ماشي كسره هو كمان، يعني ده اللي مكتوب، انا مش جايب حاجه من عندي. اول حاجه اللي يميز جوجو عن اي بطل انمي تاني هي قاعده ان الاجمد والافشخ ومستحيل اي حد يقدر يقسمني نصين. فاول حاجه هتحتاجها هي تطوير الشخصيه. ما هو ما ينفعش تبقى جوجو بشخصيتك اللي مليانه عقد نفسيه واكتئابات بسبب مناخيرك الكبيره، لكن ما تقلقش كل الخطوات موجوده معايا. احنا هنحتاج نروح للحكيم العظيم ريتشارد. للاسف جالي خبر صادم ان الحكيم ريتشارد اتحشر في نص السوق العظيم سري، وشكله كده داخل على معايا الغليظه ادعوا له بفك القرن. للاسف كده هنضطر نغير الخطه. احنا هنروح للشخص اللي ساعد جوجو نفسه عشان يطور من شخصيته، علياء كاميرو. في الاساطير القديمه بيتقال ان الست دي مع كل نظره منها بتنهي مستقبل شباب بالكامل، وفي مصادر بتقول انها كانت بنت عمه ميدوسا، بس المعلومه دي غير مؤكده. فالحل ان اسيبك معاها لمده اسبوع كامل في نفس الاوضه. بعد ما الاسبوع يخلص انت هتطلع انسان تاني خالص، مستقبلك بقى من حديد وشخصيتك اتغيرت، وده هو الشيء المطلوب. لكن في حاجه ناقصه. شخصيه جوجو بعد كل تفخيمه في نفسه والثقه اللي عنده، لكنه لا يزال شخصيه كوميديه الى حد ما، وكل شويه لازم يقول نكته. النهارده هعمل معاك النهارده هعملها معاك بشكل جميل. الاكله دي النهارده اسمها لح. وانت حاليا بقيت عامل زي جندي الحرب، مش بتتكلم ومش بترمش ودايما واقف انتباه، وكل ما تسمع الصوت ده بيجي لك صرع. بس مش مشكله، حل موجود. انت هتروح للكوميديان العظيم عادل شكل، وعاوزك تقعد محترم عنده وهو بيعلمك اساسيات الكوميديا بلغه الناس. كده انت خلصت تقريبا 3% من المهمه. الخطوه الثانيه، انت حاليا عندك شخصيه جوجو، بس ايه لازمه الشخصيه وانت في جسم فاضي عضلات؟ فالمهمه اللي بعد كده ان احنا نروح لمدرب عشان يعيد تاسيس جسمك من الصفر. ولما اتكلم عن مدرب اكيد مش هلاقي اعظم واجمد من الاسطوره عباس ديوطر. والخبر الحلو كمان ان عباس قريب جدا منك وهو موجود وراك دلوقتي. بعد ما يخطفك الاستاذ عباس هترجع بعد شهر في جسم مختلف تماما، وهو ده المطلوب. حاليا انت عندك الشخصيه والجسم، بس ايه لازمتهم وانت وشك مربع؟ اصل جوجو ده بيبقى باكج كده، يا يجي كله على بعضه ما يجيش خالص. انت هتروح للدكتور العظيم مورجان، ولو انت مش مصري فما تقلقش، في نسخه من دكتور مورجان في جميع انحاء العالم. اول ما تروح له هيقفل عليك الاوضه ويربطك على الكرسي، وعاوزك تبقى هادي ومتعاون عشان الموضوع بسيط جدا. اصل هيعمل ايه يعني؟ ده اكتر دكتور مسالم وطيب انا عرفته في حياتي. الحمد لله ربنا وفقك وبقى عندك الجسم والشخصيه والوش. هتقول لي يعني كده خلصنا؟ ازاي خلصنا يعني؟ انت شايف نفسك كده جوجو؟ ده انت لو واحد تف عليك في الشارع وشك هيبقى على الاسفلت. اخر حاجه وهي طبعا قوه جوجو. خليك معايا عشان دي اصعب واطول مرحله في الفيديو. الخريطه بتقول ان العيون السته بتاعت جوجو موجودين في جزر القمر، وتحديدا في قصر الحاكم هناك، وعشان نروح هناك محتاجين نسافر طبعا. وزي المره اللي فاتت لو انت مش مصري فتقدر تركب الطياره وتستنانا هناك لحد ما تخلص، ولو انت مصري فاكيد انت عرفت هتعمل ايه. بعد ما خلاص بقينا في جزر القمر هتبدا تمشي على الخريطه السريه، وبعد سفر كتير والدخول في ادغال ومستنقعات وصلت اخيرا لقصر الحاكم الاعظم لجزر القمر، عبد الفتاح الامراوي. 非常に取得が難しい術だったが、素晴らしいモデルは手に入れていた。五条悟、俺はお前を忘れない。俺が生きている。 بعد المعركة الطاحنة اللي حصلت بينكم للأسف بسبب قوة العاصمة الأدارية وتوسيع الكباري الأعظم، خسرت المباراة دي ورجعت متدمر. بس أنا طبعا مش هسيبك. نقطة الضعف الوحيدة لحاكم جزر القمر هي إيه ده؟ مفيش؟ لا أكيد في حاجة غلط. يعني إيه؟ لازم يبقى في حل. استعمل قبضة البعبع. بني. مفيش غير حل واحد بس، ما كنتش ناوي استخدمه الصراحة ولا اطلع الوحش ده من القفص، بس ده الحل الوحيد. الشخص الوحيد اللي مش هيفرق معاه حاجة ومحدش يقدر يوقفه. ديدي. بعد المواجهات الشرسه اخيرا تقدر تقول عن نفسك دلوقتي وبكل فخر انك بقيت جوجو. مش هقعد بقى اقول لك لسه فاضل الشعر والضفر واللبس ومش عارف ايه. لا يا باشا، احنا هنا مش بنمط في الاحداث زي ناس كده. روح هات لك اللبس من اي حته واصبغ شعرك ابيض. انا عارف ان الفيديو مليان عشوائيه بطريقه بشعه، بس لقيت ناس بتطلب اني اعمل فيديو زي شادو، فوالله لو حبيتوها فانا هكملها.